السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم، قبل ما تشد كريدي سمع هاد الفيديو مزيان، سمعو وطبقو، لا تصيد نتايا. طلبتي واحد الكريدي من البنكه عطاتك الموافقه وفرحتي بهذه الموافقه ديال البنكه، الله يكمل عليك. ولكن هذه الفرحه ما خصهاش نهائيا ابدا انها تنسيك تطلب من البنكه 4 ديال الوثائق. الوثيقه الاولى هي العقد ديال القرض. بزاف ديال الابراك تيقول لك بان هذا العقد راه ما تنعطيوش، ما عندها حتى معنى. العقد والشروط ديالو خصو يكون عندك وتعطيه لاهل الاختصاص الا ما عرفتيش تقرا. الثانيه هو الطابلو دامورتيسمون. كاين الابراك تيقولوا لك سير حتى نصيفطوا لك، لا طابلو دامورتيسمون خصو يكون عندك وتقارنوا الشروط ديالو مع هذاك الشروط والمواصفات اللي كاينين في عقد القرض، واش كاين توافق ولا ما كاينش توافق. بالنسبه للوثيقه الثالثه هي العقد ديال التامين على الحياه، فهذا العقد راه ما كيتعطاش كاع بصفه نهائيه. انا شخصيا ما عمرني ما شفت شي بنكه كتعطيه لشي واحد اللي يحصل على القرض، وهذا امر خطير وخطير جدا وكيوصل للمحاكم وتتنص شركه التامين من المسؤوليه ديالها. ولهذا فهذا العقد طلبوه، ضروري تطلبوه وضروري تشوفوا الشروط ديالو وضروري تعطيوه للناس الورثه ولا لي زايون دغوا وتخبيوه في واحد التيوار. الوثيقه الرابعه هذه كتجي من بعد، يعني من بعد ما تخلصوا الكريدي. هذه الوثيقه الرابعه شنو هي؟ الوثيقه هي لا مان لوفي، هي رفع اليد على هذاك الكريدي. فبزاف ديال الناس ما كيطلبوش هذه الوثيقه، تيقول لهم خلصتوا الله يعاوننا ويعاونكم. ومن بعد واذا شفت هذه الحالات وتطرحوا عندي في المكتب كدوز 10 سنين او 15 او 20 سنه، تنقول 20 سنه، وكتجي البنكه تقول لك راه كانوا لقاو واحد جوج طريطات في 2004 ودابا كتعاود بهذو الطريطات واحد جوج او ثلاثه. يمكن لكم تصوروا شحال ديال الفوائد ديال الخير اللي غادي ترتب على هذوك الطريطات لمده ديال 20 سنه.